قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي، في كل الأوقات لا أنسى قرآني. سورة الملك سورة عظيمة، وهي السورة التي تنجينا من عذاب القبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. دعونا نتعرف على هذه السورة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تتحدث الآية عن الله تعالى الذي بيده الملك، فهو مالك الدنيا والآخرة وسلطانهما، وهو ملكنا جميعا يحكمنا بعدله وحكمته، وهو تعالى قادر على كل شيء. وتخبرنا الآية كذلك أن الله تعالى له يد، ولكنها لا تشبه أي يد أخرى، ولا نعرف كيف تكون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والله تعالى خلق الموت وخلق الحياة، وجعلنا نحيا على هذه الأرض ليختبرنا ويمتحننا من منا عمله أفضل وأخلص لله تعالى. وكل ما يحصل معنا في هذه الدنيا هو من اختبار لنا. والله تعالى هو العزيز الذي يستطيع فعل أي شيء ولا يعجزه شيء، ويستطيع أن ينتقم من كل ظالم. وهو تعالى غفور أيضا، يستر ذنوبنا عندما نتوب ونندم على فعلها، ويخفيها فلا نراها في كتاب أعمالنا يوم القيامة. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. والله تعالى خلق 7 سماوات بعضها فوق بعض، ليس بينها أي اختلاف ولا تتنافر فيما بينها. دعونا ننظر إلى السماء ونتفحصها، هل فيها أي عيب؟ هل فيها أي نقص أو شق؟ لا، لن نجد فيها أي عيب أبدا، ولا شق ولا خلل أو نقص. ومهما أعدنا النظر وتفحصنا وتأملنا أكثر في السماء فلن نجد فيها أي عيوب أو شقوق أبدا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولو أعدنا النظر مرة بعد مرة فلن ترى أعيننا أي خلل، وسيتعب بصرنا وكأنه يعود ذليلا بلا فائدة، فهو لم يرى ولن يرى أي نقص أبدا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وزين الله تعالى السماء القريبة منا بنجوم جميلة وعظيمة ومضيئة، وجعل هذه النجوم كذلك شهبا تحرق كل من يحاول استراق السمع من السماء من الشياطين، وأعد الله لهذه الشياطين في الآخرة عذاب النار الحارة الشديدة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللكافرين الذين لا يؤمنون بوجود الله تعالى الذي خلقهم عذاب جهنم يوم القيامة، وهذا هو أسوأ مصير ونهاية لأي إنسان.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور عندما يرمى هؤلاء الكفار في نار جهنم يسمعون لها صوتا شديدا ومخيفا وهي تغلي غليانا شديدا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد نار جهنم أن تتمزق من شدة غضبها على الكفار يوم القيامة، وكلما ألقي فيها جماعة من الكفار سألتهم ملائكة العذاب توبيخا ولوما لهم: ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم من هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيرد الكفار قائلين: بلى قد جاءنا رسول من عند الله وحذرنا ولكننا لم نؤمن به، وقلنا عنه أنه كاذب وأن الله لم ينزل على أحد من البشر شيئا، وقلنا له وأنه وغيره من الرسل ليسوا على حق بل على ضلال. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو أننا سمعنا كلام الرسول في الدنيا أو فكرنا فيما يقول واستخدمنا عقولنا ما صرنا الآن من أصحاب النار. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترف الكفار أصحاب النار بتكذيبهم وكفرهم، فسحقا وبعدا لهم عن رحمة الله تعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولكي لا نخاف نحن المؤمنون يطمئننا الله تعالى ويخبرنا أن المؤمنين الذين يخافونه تعالى ويعبدونه ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس ويخافون من العذاب في الآخرة سيعفو الله تعالى عن ذنوبهم ويسترها لهم، ولهم ثواب عظيم يوم القيامة وهو الجنة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وسواء أخفيتم أيها المشركون ما تقولون عن الإسلام والرسول أو أعلنتموه فهو عند الله سواء، إنه سبحانه عليم يعلم ما تخفي جميع صدور الناس، فكيف تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أليس الله تعالى هو الذي خلق الخلق؟ فالله تعالى إذن يعلم كل شيء عن خلقه وماذا يفعلون وكيف يفكرون، والله تعالى هو اللطيف بعباده والخبير بهم وبأعمالهم ويعلم كل ما يخفونه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يذكرنا الله تعالى بنعمه علينا، هذه النعم التي أصبحنا نألفها وننسى أن نشكر الله عليها، فالله وحده هو الذي جعل لنا الأرض سهلة ممهدة نستقر عليها وثبتها لنا بالجبال فلا تهتز ولا تتحرك، ثم يخاطبنا الله تعالى ويقول لنا بأن نمشي في نواحي هذه الأرض وجوانبها ونأكل من رزق الله الذي يخرجه لنا منها من النبات
ونستغل تربتها وماءها وهواءها وكنوزها. كل هذه من نعم الله التي أنعمها علينا، والتي علينا أن نشكر الله تعالى عليها. ثم يذكرنا تعالى بيوم القيامة، حيث يبعثنا من قبورنا ليحاسبنا على أعمالنا التي عملناها في الدنيا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وبعد أن ذكر لنا تعالى نعمه علينا على هذه الأرض، وكيف أنه أنعم علينا من رحمته بنا بالعيش بأمان عليها، وكيف يسرها لنا ويسر لنا رزقها وكنوزها وماءها وخيراتها، يخاطب تعالى الكفار ويسألهم باستنكار: هل يظنون بأنه تعالى غير قادر على أن يجعل الأرض تضطرب؟ فسيخسفها بهم حتى يهلكوا ويموتوا، بل الله قادر على ذلك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أنكم تظنون أيها الكفار أن الله الذي في السماء لا يستطيع أن يرسل عليكم ريحا شديدة وعواصف ترجمكم بالحجارة؟ بل الله يستطيع. فستعلمون أيها الكافرون كيف أن الله حذركم عندما ترون العذاب ولا ينفعكم العلم حين ذلك. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم يذكر الله تعالى الكفار بالأمم السابقة التي كفرت بالله تعالى ولم تؤمن به، وكيف أن كفرهم ونكرانهم سبب لهم العذاب، كقوم نوح عليه السلام مثلا، عاقبهم الله بالطوفان فغرقوا جميعا، وقوم هود الذين عاقبهم الله بالريح الشديدة، وقوم صالح الذين عاقبهم الله بالصيحة، وغيرهم من الأقوام الذين جاءهم العذاب بسبب تكذيبهم ونكرانهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ثم ينتقل الله بالخطاب مع الكفار إلى الدعوة إلى التأمل والتفكير في مشهد يرونه كثيرا ولكنهم لا يتأملونه ولا يفكرون به، وهو من مظاهر قدرته تعالى ورحمته. ألم ينظروا إلى الطيور فوقهم كيف تبسط أجنحتها عند طيرانها في الهواء، وكيف تقبضها قليلا لترتاح ثم تعاود بسط أجنحتها؟ لماذا لا تقع هذه الطيور عندما تقبض أجنحتها عند الراحة؟ من الذي يحفظها؟ إنه الله الرحمن. فمن رحمته تعالى بالطيور أن سهل لها الراحة، فلن تستمر ببسط جناحها طوال طيرانها، بل تستطيع أن تقبضها للراحة، ولن تقع أثناء راحتها بسبب قبضها لجناحها، لأن الله سخر لها الهواء الذي يحميها من الوقوع. إنه الله الذي يبصر كل شيء ويراه، ويرعى كل شيء في كل لحظة. إنه الله الخبير البصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. من هو الذي سيحميكم وينصركم أيها الكافرون من الرحمن إن أراد بكم سوءا؟ ليس لكم إلا الله الرحمن
الذي يرعاكم في كل لحظة والأدرى بكم. أما الأصنام والآلهة التي تعبدونها فهي لا تستطيع أن تدافع عنكم أو تحميكم. ما أنتم أيها الكفار إلا في غرور، يهيأ لكم أنهم يحمونكم وهذا ليس صحيحا، فالأصنام لا تستطيع فعل شيء أصلا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ومن هو الذي يستطيع أن يرزقكم إذا قطع الله عنكم الرزق؟ ماذا ستفعلون إن انقطعت المياه في الأرض أو انقطع الهواء أو قل العمل أو انتشر المرض؟ فرزق الله كلمة واسعة تضم وتشمل العديد من الأشياء، تضم الماء والنبات والحيوان والصحة والحركة والسعادة والتفكير والعقل والإنتاج والإبداع والعمل وغيرها الكثير. كل هذا رزق من الله. ماذا ستفعلون أيها الكفار لو انقطع عنكم هذا الرزق؟ ولكن الكفار رغم كل ما أنعم الله عليهم به من رزق استمروا في طغيانهم وضلالهم، في معاندة واستكبار ونفور عن الحق والإيمان، لا يسمعون له ولا يتبعونه، واستمروا في القول بأن هذا الرزق هو من صنعهم فقط. فيقول أحدهم: لقد حصلت على هذا المال بسبب جهدي فقط، وينسون أن كل ما لديهم من رزق ومال هو من صنع وتدبير الله تعالى، وأنهم يعيشون على فضل الله، وأنهم لا يملكون من أمر حياتهم ورزقهم شيء على الإطلاق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أيهما أفضل؟ من يمشي في الطريق منحنيا فيتعثر ويقع على وجهه ثم ينهض ليتعثر من جديد وهو لا يدري أين يسلك وكيف يذهب، أم من يمشي وهو قائم ويعرف الطريق فلا يتعثر ولا يضل لأن هدفه واضح تماما؟ بالتأكيد الشخص الذي يسير باستقامة على طريق واضح، وهذا هو المؤمن الذي يسير على الطريق المستقيم، فحياته تكون ميسرة ومستقيمة لأنه يعمل لهدف وهو رضا الله تعالى. أما الشخص الثاني الذي يتعثر ويقع على وجهه ولا يعرف أين يسير فهو الكافر، فحياته متعثرة عسيرة صعبة لأنه لا يعرف الهدف من حياته ولماذا هو يعيش على هذه الأرض وماذا عليه أن يفعل. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يخاطب الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: قل للكفار يا محمد أن الله هو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم من لا شيء، وجعل لكم السمع لتسمعوا به والأبصار لتروا بها والقلوب لتعقلوا وتدركوا بها، ولكنكم أيها الكفار قليلا ما تشكرون الله على هذه النعم وقليلا ما تستعملونها في طاعة الله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل لهم يا محمد أن الله هو الذي خلقكم ونشركم في الأرض مع اختلاف أشكالكم وألوانكم ولغاتكم، ثم يجمعكم بعد كل هذا الانتشار والاختلاف ويحشركم معا ليوم القيامة، يوم الحساب والجزاء.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وسيقول الكافرون: متى يتحقق هذا الوعد بالحشر يا محمد؟ أخبرونا متى أيها المؤمنون إن كنتم صادقين فيما تدعون وتقولون. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل يا محمد لهؤلاء: الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم متى وقت يوم القيامة، فهذا العلم هو خاص بالله وحده، إنما أنا فقط أنذركم وأخوفكم من عاقبة كفركم، وأبين لكم ما أمرني الله به. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم تنتقل الآيات لمشهد من مشاهد يوم القيامة حين يرى الكافرون العذاب، فعندما يرى الكفار عذاب الله قريبا منهم تظهر علامات الاستياء والكآبة على وجوههم، ثم يوبخهم صوت ما قائلا لهم: هذا هو العذاب الذي كنتم تستعجلون وقوعه في الدنيا استهزاء، فتقولون: أنزل علينا العذاب إن كنت من الصادقين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان الكفار ينتظرون فيما بينهم أن يموت الرسول والمؤمنون حتى يستريحوا منهم، ويتواصون فيما بينهم أن يصبروا حتى يموت الرسول، وكانوا يقولون في أحيان أخرى أن الله سيهلك الرسول والمؤمنين لأنهم ضالون ويكذبون على الله، فيرد الله تعالى على هؤلاء الكفار ويقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: أخبروني ماذا سينفعكم إن تحققت أمانيكم؟ إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون، فسواء متنا أو رحمنا الله فأخر موتنا لن تنتفعوا بشيء، فالله باق لا يموت وعذابكم واقع لا محالة، ولا أحد سيحميكم من عذاب الله المؤلم عندما يحل بكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ويستمر الله تعالى بالقول للرسول الكريم أن يقول للكفار: الله هو الرحمن، صدقنا به نحن المؤمنون وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا في كل أمورنا، فستعلمون أيها الكافرون إذا نزل العذاب أي الفريقين منا ومنكم في ضلال، وأي منا هو الكاذب. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه ذاهبا في أعماق الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، فمن غير الله يجيئكم بماء جار متدفق على سطح الأرض. وهكذا تنتهي سورة الملك، السورة التي ترينا جميعا حقيقة ملك الله تعالى وقدرته، ترينا قدرته تعالى في خلق الموت والحياة، وكيف يكون الابتلاء بهما، وكيف يعلم الله كل شيء فيهما، سواء كان مخفيا في السر أم معلنا،
وكيف جعل الله الأرض سهلة ميسرة لنا نحن البشر، وكيف خسف بها بسبب تكذيب الكفار من الأمم السابقة، وكيف يمسك الله الطير في السماء فلا تقع، وكيف يرزق المخلوقات جميعا، وكيف أعطانا الله السمع والبصر والقلوب، وكيف يجمعنا جميعا يوم القيامة مع بعضنا البعض في مكان واحد بعد أن كنا منتشرين في كل مكان من الأرض، وكيف أنه يختص وحده تعالى بعلم يوم القيامة ومتى سيحصل، وكيف أنه تعالى وفر لنا الماء الذي نستمر به على قيد الحياة، وأنه يستطيع أن يذهب عنا هذا الماء إذا أراد. فالله تعالى بيده ملك كل شيء، إنه ملك الله تعالى على هذه الأرض، فتبارك الله أحسن الخالقين، إنه على كل شيء قدير.